ما بقاش ليك الحق كمواطن ان انت تقول مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي، او اتصل بالمحامي بتاعي يجي يحضر. وانا عارف ان الكلام اللي هقوله ده هيزعل جهات كتير مني، ولكن مجلس الشعب اقر المادة 105 من تعديل قانون الاجراءات الجنائية الجديد، اللي بيقول من حق وكيل النيابة يقوم باجراءات التحقيق في غياب الدفاع او المحامي. يعني كده في القعدة دي محدش فاهم قانون غير وكيل النيابة، والمتهم مش عارف مصلحة نفسه. طب مين هيحط طلبات المتهم؟ مين هيدور على مصلحته؟ مين هيقول لا احنا عايزين كذا، احنا بنطلب كذا، بنطلب اخلاء سبيله كذا؟ كده المتهم هيقول اقواله، وبعدين وكيل النيابه يقول له طلباتك ايه؟ هو مش فاهم طلباته ايه، هو مش عارف طلباته ايه. هو مش هيقول له انا بطلب من النيابه العامه اخلاء سبيلي بضمان محل اقامتي او بالكفاله اللازمه او اي طلبات، او انا عاوز معاينه، او انا عاوز تحليل، او انا عاوز اي حاجه. المتهم مش عارف اجراءات قانونيه عشان خاطر يعرف يدور على حقه. ربنا يستر عشان اللي جاي مش حلو. سلام عليكم.